في تراجيديا الغضب يقول دوستويفسكي: إن الحوار يفضح العقل والغضب يفضح الأخلاق، فإذا حاورت إنسانا سترى عقله، وإذا أغضبته سترى أخلاقه. ثم أكد نيتشه ذلك قائلا: إن الغضب يفضح الروح ويكشف أعمق أعماقها، لهذا السبب عليك أن تضعهم في ثورة غضب إذا كنت تريد معرفة حقيقة أفكارهم ونواياهم ضدك. بينما فرويد قال: من الغباء أن تدع مشاعر الغضب تتحكم بك، لأن الغضب قد يدفعك إلى ارتكاب أفعال لا يمكنك استرجاعها. غير أن فرانس كافكا رأى في هذا الطرح زيفا وتضليلا، حيث قال: يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك، ثم يقولون هذا أنت. لا يا عزيزي، هذا ليس أنا، هذا ما تريده أنت. أما سقراط يختار طريقا آخر في قوله: كل المجد لمن اختار الصمت حين كان قادرا على قول أسوأ الكلمات، لأنه يعرف جيدا أنه ما من كلمة سيئة تمر بلا ثمن. لا تنسى الإعجاب والاشتراك. شكرا.